النهارده بنعرض نموذج لسيدة ريفية. عرفينا بنفسك. أنا اسمي أمل الكاشف من العريش. دلوقتي زي ما حضراتكم شايفين عاملة يعني مشروع فراخ على قدي للبيت، يعني مش غرض إن أنا أتاجر أو حاجة، لا للبيت. أوفر فيه اللحوم لبيتي بدل ما أروح أشتري، لا يكون حاجة عندي أوفر لي زي ما حضراتكم شايفين كده. طب احنا ملاحظين انك انت عاملة مشروع منحل. ايوه زي ما حضرتك شايف. برضو الغذاء العسل ده مفيد للاطفال. قلت بدل ما انا عندي سطح فاضي كده وقريب من زي ما حضرتك شايف من الزرع، زي ما حضرتك شايف اهم حاجه يكون قريب من مكان زراعه، لان انا اوفر العسل لاولادي. وهو مشروع مربح جدا ويوفر للعيال. في كمان ده حمام. زي ما حضرتك شايف برضو انا عندي جايبه حمام على قدي، يعني برضو بوفر الغذاء لاولادي ان انا ما اشتريش حاجه من بره خالص. زي ما حضرتك شايف برضو كله فائس ومطلع صغيرين. حضرتك اهو ده فرخ جديد لسه عنده عمره شهر بس. يبقى احنا بنتكلم في دواجن وبط ومنحل وحمام. في إيه تاني عند حضرتك؟ في عندي برضو زي ما انت شايف طبعا زرع ورود. استغليت برضو ان شايفين نعناع في نعناع، في ريحان. ده المشروع الماعز ده برضو. زي ما حضرتك شايف برضو بوفر اللحوم لولادي. مش مشروع، هو للبيت يعني. زي ما حضرتك شايف انا يعني المنحل بتاعي قريب من الزرع. يا ترى الزرع اللي جنب البيت ده برضو انت اللي زرعاه؟ احنا شايفين أيوة. مساحات، مساحة انتاجية، مش مساحة مثلا. برضو زي ما حضرتك شايف المكان ده اللي هنا ده، ده انا زرع فيه خضر للبيت بس لسه ما طلعش، يعني حبوب زرعاه خضر للبيت. برضو بوفر الخضر بدل ما اروح اشتري، يبقى عندي الخضر وحاجة طازة وحاجة نظيفة. وهنا زي ما حضرتك شايف برضو في الناحية التانية زي ما حضرتك شايف برضو انا زرعة ذرة للمعيز للطيور اللي عندي. برضو بوفر ان انا مش معنى كده ان انا هوفر ان انا اشتري لحوم ان انا هجيب لهم علف، لا، ان انا بوفر برضو ليهم العلف من خلال المكان اللي انا فيه. تقريبا مستغلية كل ركن في بيتك للإنتاج. بنشكرك وبنتمنى الزيادة كده إن شاء الله. انا اللي بشكر حضرتك وشكرا على اهتمامك بيا وباهتمامك بالوضع اللي انا فيه يعني. وبشكر